عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة سلمى. زي ما وعدتكم من الفيديو السابق إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل أو تنظيف السجادة على الناشف. السجادة ديت اسمها سجادة كمبيوتر، يعني مش عايزة غسيل كتير وهري كتير بالفرشة، يعني عايزة غسيل نظيف يا دوبك تعملي بس بالمكنسة، وبعد كده هوريكم الطريقة اللي هنضفها بيها سريعا على الناشف، مش هتاخد وقت معاكي. أهم حاجة ما يكونش طبعا فيها بقع ولا أي حاجة زي كده، تكون نضيفة معاكي يا دوبك، بس هنشيل بس التراب كده منها. اول حاجه انا هشغل المكنسه وهجيب لكم المنظف او المعطر اللي احنا اخترعناه من شاور جل اللي احنا عملناه. او انت لو عندك اي منظف بتحطيه في طبق بميه وبالفرشه بتاعتك، وبتروحي بس بعد ما بتكنسي الاول بالمكنسه. يعني الاول انت هتكنسي يعني السجاده بتاعتك كلها وهتنضفيها كلها بالمكنسه من التراب طبعا. وبعد كده بتجيبي طبق بتحطي فيه بقى المنظف بتاعك اللي انت بتفضليه، اي مسحوق، وبترجعي تروحي عامله بالفرشه بتاعتك وتروحي بحته حته كده، وبعد كده بتروحي مهويها في الشمس. لما يعني انا الاوضه دي لسه همسحها، فالاول انا ببتدي بالسجاده بعملها كده عشان ههويها في الشمس بعد ما اعملها بالطريقه دي. بس انا هكتفي بان انا اجيب المعطر اللي انا اخترعته معاكم، او اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي وقلت لكم عليه في الفيديو اللي فات. اول حاجه انا معايا اللي انا الشاور جل اللي انا حطيته في الميه ده، اللي انا قلت لكم منه منظف منه معطر كمان هيعطر لك السجاده ويخلي ريحتها حلوه. تبتدي بقى بترشي حته حته كده على السجاده بتاعتك. معلش انا مش متمكنه عشان ماسكه بايد وبعمل بايد اهو بالشكل ده كده اهو. وهنفتح معانا المكنسه وهننضفها ان شاء الله، وهتنضف غير كمان ريحتها الحلوه، لان ريحه الشاور جل ريحته جميله جدا بريحه الورد، هتخلي لك ريحه السجاده جميله جدا. اول حاجه بقى ايه، افتح المكنسه انا كده اهو. لو انت عايزه تعملي بالفرشه، بس انا زي ما قلت لك ان نوع السجاده ده مش عايز يعني ان انت هتبوظي الوبره بتاعته من الفرشه، فعايز يعني حاجه بسيطه كده. يعني انا هكتفي بس بالفرشه، الفرشه بتاعت المكنسه اهي، هكتفي بالفرشه بتاعت المكنسه دي ان هي تنظف لي الارض. طبعا المكانس دي كلها في بيوتنا. اول حاجه انا هشغل المكنسه وهوريكم طريقه التنظيف ان شاء الله. اول حاجه انا شغلت المكنسه كده، هتبتدي بقى بجد ريحته جميله جدا بالشكل ده، حته حته بتاخديها معاكي كده من غير غسيل من غير اي حاجه. ده الكلام ده لو انت سجادتك مش مبقعه، يعني دوبك شويه تراب زي ما انتم شايفين كده يا دوبك، ونخلي ريحتها حلوه. والنوع من السجاجيد زي ما قلت لكم ده عايز عنايه، مش عايز ان احنا نفضل بالفرشه ونبهدلها اهو. اي حاجه كده. الموضوع ده طبعا بتعمليه زي ما قلت لك قبل المسح، قبل مسح الاوضه. انا بقى خلاص السجاده ان شاء الله كلها بالطريقه دي. هقفل بس المكنسه معاكم اهي بالشكل ده، بتنضفيها وترجعي تهويها زي ما قلت لك في الشمس لغايه ما تمسح، وترجعي تنضفيها تاني. لو انت مثلا سجادتك مش يعني مش زي النوع ده لما رحت اشتريته قال لي نوع كمبيوتر، يعني حتى لو انت غسلتيه بيتغسل بليفه، يعني بليفه اللي هي ناعمه، مش بيتغسل بالفرشه. وانت سجادتك عاديه خالص بتجيبي الفرشه اللي هي بتاعه البلاط اللي انت بتستخدميها عادي، وطبق زي ما قلت لك فيه المسحوق او اي لو عندك شاور جيل زي اللي عندي ده، وبتحطي فيه شويه وبتروحي دعكه بالفرشه حته حته كده. بس الاول زي ما قلت لك تعملي بالمكنسه، وبعد كده تروحي حاطاها في الشمس. يا ريت تكون اي حاجه بقدمها بتعجبكم وافكاري بتعجبكم. بشكركم جدا والله لتعليقاتكم جميعا، ويا رب تكون افكاري بتعجبكم والمحتوى اللي انا بقدمه في القناه بيعجبكم ان شاء الله. بشكركم جدا، والى اللقاء مع وصفه جديده من وصفات سلمى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.